في قلب مدينة المنصورة، حيث تتجه الأنظار إلى قاعة محكمة الجنايات. تجمع العشرات من الأهالي في انتظار الحكم في واحدة من أبشع القضايا التي عرفتها محافظة الدقهلية. الجميع يقف أمام أسوار العدالة، والوجوه متوترة، والأعين تترقب لحظة النطق بالحكم. إنها قضية الطفلة لميس صاحبة ال4 سنوات، التي راحت ضحية جريمة هزت الضمير الإنساني وأدمت القلوب. كانت لميس طفلة بريئة، لا تعرف من الدنيا سوى اللعب والضحك. في ذلك اليوم المشؤوم، كانت تلعب كعادتها في شرفة منزلها، حين سقطت منها قطعة صغيرة من المسطرة إلى الشارع، فنزلت لتلتقطها، غير مدركة أن تلك الخطوات الصغيرة ستقودها إلى مصير مأساوي. عند الباب، كانت تنتظرها ابنة عمتها، فتاة مراهقة لم يتجاوز عمرها 13. أرسلتها المتهمة، زوجة عم الطفلة، لتستدرجها إلى الشقة المجاورة بحجة اللعب. وببراءة الأطفال، صعدت لميس دون خوف. لكنها لم تعد بعدها أبداً. مرت الساعات ثقيلة على والدتها، بحثت عنها في كل مكان، في الشوارع، في أركان البيت، في أعين الجيران، دون جدوى. شاركت المتهمة الأم في البحث، كانت تبكي معها وتواسيها قائلة: لا تقلقي، سنجدها، ربما خرجت لتلعب. بينما كانت الحقيقة أقسى من أن تصدق. كانت الطفلة الصغيرة ملقاة في شرفة شقة القاتلة، مغطاة بملابس قديمة، بعد أن خنقتها بيديها الطاهرتين وسرقت منها حلقاً ذهبياً لا يتجاوز وزنه جراما ونصفاً. 8 ساعات كاملة ظلت الجثة في مكانها، والقاتلة تشارك في البحث وكأنها بريئة، حتى تمكن رجال المباحث من كشف الخيوط بعد تحقيقات دقيقة. اعترفت المتهمة بجريمتها، وأرشدت عن مكان الحلق الذي خبأته داخل ملابسها، في مشهد تقشعر له الأبدان. صدمة الأم كانت تفوق الوصف، فقد كانت القاتلة أماً بالرضاعة لابنتها، أرضعتها في أيامها الأولى، ما جعل الخيانة أعمق والوجع أشد. خلال الجلسة الأولى، أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها بالإعدام شنقاً على المتهمة، بعد موافقة فضيلة المفتي، في حكم رأى فيه الشارع المصري عدلاً ربانياً يطفئ نار قلب أم محروقة. إلا أن المتهمة استأنفت الحكم، لتعاد القضية إلى قاعة المحكمة مرة أخرى في ثاني جلسات الاستئناف، وسط حضور مكثف من وسائل الإعلام وأهالي القرية، الذين طالبوا بتأييد الحكم وتنفيذ القصاص. بصوت مبحوح ودموع لا تجف، قالت أمام المحكمة: أنا لا أطلب سوى حقي، القصاص الذي أمر به الله، كما قتلت ابنتي خنقاً، فلتذق هي نفس الألم. لميس لم تكن مجرد ابنتي، كانت روحي، والقاتلة كانت من دمنا ولحمنا، لكنها بلا رحمة، عديمة القلب. القضية لم تكن مجرد جريمة قتل، بل جرحا مفتوحا في وجدان المجتمع كله، فأن تقتل طفلة من أجل قرط ذهبي صغير، هو ما لا يمكن لعقل أن يتقبله، ولا لقلب أن يحتمله. وبينما كانت الأم تروي تفاصيل الأيام الأخيرة لابنتها، كان الحاضرون يجهشون بالبكاء، في مشهد جمع بين الحزن والغضب والذهول. وفي ختام اليوم، خرجت والدة لميس من المحكمة رافعة يديها إلى السماء، تهمس بصوت متهدج: يا رب، كما أحرقت قلبي، لا تدع الظالم ينجو، واجعل الحق يظهر كما الشمس في وضح النهار. حسبي الله ونعم الوكيل. رحلت لميس، لكن حكايتها لن تنسى. ستبقى رمزاً لطفولة سرقت بيد من لا تعرف الرحمة، ودليلاً على أن الشر قد يتخفى أحياناً في وجوه مألوفة. ومع كل جلسة ومحاكمة، يظل الناس ينتظرون لحظة القصاص، لحظة يكتب فيها العدل باسم طفلة كانت تضحك يوماً ثم نامت للأبد. في ختام هذا التقرير المؤلم والمليء بالعبر، إن كنت تؤمن أن الحق يجب أن يقال، وأن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها، لا تنسى أن تدعمنا لنستمر في نقل الحقيقة إليكم بكل صدق ومهنية. اضغط على زر الإعجاب، وشارك الفيديو مع أصدقائك ليصل صوت العدالة لأكبر عدد من الناس.
ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد من تقاريرنا الميدانية وحكاياتنا الإنسانية.